بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواني القادة وجميع الإخوة الأعضاء، هي خواطر حقيقة كتبتها بعد هذه الفترة البسيطة حول يمكن شهر ونص مع DXN. فكتبت أشياء أعجبتني حقيقة، ملخص بسيط، يعني عناصر بسيطة هي تحريك للذهن وكما يقال اختصار أو إيجاز بسيط عن مفهوم هذه الشركة وعن مفهوم هذه المنتجات. فأقول الله يحفظكم، يعني أعجبني في DXN أن بدايتها هو العلم، والعلم خير للناس وبركة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لولا العلم لأصبح الناس مثل البهائم. أيضا أعجبني في DXN صفاء النية عند الشركة وعند القادة وعند الأعضاء. ولا شك أن النية هي صلاح العمل، بل هي ثمرته. أعجبني في DXN حرص الشركة وحرص القادة والأعضاء على تطوير الذات وتطوير الأعضاء، بل قل تطوير المستخدم للمنتجات، ليس فقط الأعضاء أو الكبار، لا، حتى المستخدم لابد أن أطور من ثقافته في استخدام المنتجات، في الاستمرار على استخدامها مدى الحياة، تبقى معك، لأنها فوائد وخضروات مما جعله الله عز وجل في هذه الطبيعة. كذلك أعجبني سرعة وصول هذه المنتجات الحمد لله بأسهل طرق. أعجبني كذلك في DXN سرعة تأثيرها على الجسم بالتدرج. أعجبني في DXN أن ليس فيها طبقيات ولا استئثار بهذا الخير. نعم، في بداية اكتشاف الفطر يقال أنه لم يكن يستخدمه إلا الملوك وعلية القوم. الآن الحمد لله هذا غير موجود، بل هي في متناول الجميع. أعجبني في DXN أنها فتحت أبواب العمل أمام العاطلين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أرأيتم إخواني العمالة التي تتجول في الشارع وتحمل بطاقات سواء لتحصل على هلالات من مكسب زهيد؟ DXN فتحت لك أبواب الخير بدون رأس مال. أعجبني في DXN أنها تجمع بين الدين والدنيا، وهكذا الحياة لا تستقيم بأحدهما دون الآخر، كما قال الله عز وجل: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والشاعر يقول: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. أعجبني في DXN أنها تبعث على العمل والجد والنشاط وترك الكسل، وهو باب من أبواب الرزق. ولعلكم تذكرون أن نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان يحث أصحابه على العمل وينهاهم عن الكسل والبطالة. لماذا؟ لأن باب الرزق مفتوح، والله عز وجل قد تكفل بالرزق: ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. صاحب الرجل ذلك الذي صاحب الفأس الذي كان يسأل الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم باختصار أمره أن يذهب ويبحث عن فأس بما نسميه احنا العطيف، ثم يحتطب ويبدأ يبيع. وفعلا الرجل طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يبيع فكسب مبالغ. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الفأس الذي استأجره أو استأجره، ثم يشتري له فأسا آخر ويبدأ يحتطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النتيجة قال له: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، لأن المسألة تأتي يوم القيامة خدوش وكدوش في وجه السائل. والباب هذا كبير وأنتم أعرف مني به. أعجبني يا أخوة في DXN وضوح الرؤية المنهجية في العمل وبدون فوضى، بمعنى باختصار لا يوجد هناك أشياء من خلف الكواليس. أيضا أعجبني في DXN أنها منتجات طبيعية لا ضرر فيها حتى لو زادت الكمية، مع قلة الأسعار في مقابل أسعار الأدوية الكيميائية التي مع نفعها لها آثار جانبية. أعجبني في DXN يا إخوة الترابط بين القادة والأعضاء على البعد والمسافات بينهم، لكن هذا دليل النية طيبة بإذن الله. وكما قال الله عز وجل:
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أعجبني في DXN الحمل الدؤوب عند القادة في التدريب والتطوير وفتح أبواب الخير على الناس. أعجبني في DXN عدم تدخل الشركة وأعضائها في مهنة الطب، بمعنى أن توصف المنتجات لعلاج أمراض معينة، بل يقال استخدم المنتج الفلاني لترى العجب بعد ذلك. أعجبني أن كل يوم تضفي لك DXN فائدة وأثر في تعافي كثير من الناس من أشياء في أجسادهم، وكل يوم ترى في جسمك ومن حولك آثار مذهلة. أعجبني في DXN تواضع القادة لكل عضو جديد والفرح بخدمته مع المجموعة وعلى الخاص. أعجبني في المنتجات أن ليس لها حد يستطيع أحد يقول هي فقط لكذا. أنا أمس أستعرض الله يحفظكم ما أرسل بعض الإخوة حول تجاربهم فتعجبت من المعجون، أشياء عجيبة، وكل يوم تكتشف شيء في المنتج تستخدمه لشيء معين ويتضح لك أشياء عجيبة. وأخي إياد أفادنا حقيقة بقضية أن ممكن إذا العائلة ما تقبل الفطر الريشي تضعه مع الفطائر، تضعه مع الإدامات، مع الأكل، حتى ولو لم يشعروا الفائدة سيكون لها أثر بإذن الله عز وجل. فهذا المعجون يعني يستخدمون الناس في أشياء عجيبة. أمس والله إني تعجبت عندما استخدمه بعض الإخوة في علاج البواسير. والله يا أخوة أنتم أمام أشياء عجيبة ومذهلة. فهذا المعجون ممكن تطلب هذا المعجون من الصيدلية وتقول له أخي الكريم كيف استخدم البواسير؟ ستكون ضحوكة للناس، وربما أنت نفسك ما تستطيع أن تقول هذا له أمام الناس، ستكون مسخرة. لكن في منتجات DXN سترى العجاب، أشياء مذهلة حقيقة، والأشياء اللي في نفسي كثيرة جدا، وهذا فيض من غيظ، وعندكم أكثر مما عندي. ولكن يا أخوة هذه خواطر من الواقع، ولا زلت أقول باختصار إن الناس في غفلة عن منتجات DXN، فمن يوعي الناس ويهديهم إليها. أقول يا أخوة علينا واجب كبير تجاه آبائنا، أمهاتنا، أخواتنا، خالاتنا، عماتنا، أبنائنا. هذا والله أنا ما ودي أقول أنه واجب حتى لا يعني أدخل في إلزام الناس، ولكن يا أخي الكريم هذه فرصة عظيمة. أنتم الآن كل واحد منكم رأسه مليء بالقصص، سواء في نفسه أو في أمام عينيه في أهله أو في ما حوله. أعطوا الناس هذا يا أخوة، ذكروا الناس، وعوا الناس، فهموا الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير ومغاليق للشر. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.